تعال اقول لك ازاي عملت اكتر من 50,000 جنيه من بيع المنتجات الرقمية في كام ساعة بس. طبعا كلنا عارفين ان المنتج الرقمي اسهل بكتير جدا في ادارته من المنتج الفيزيكال. مش محتاج يبقى عندك شركات شحن ولا يبقى عندك مخازن ولا مثلا في احتمال ان البضاعة تبوظ، ودي ميزة المنتج الرقمي. الحاجة الوحيدة بس المهمة انك تكون بتبيع حاجة ليها قيمة، يعني تكون بتبيع PDF، بتبيع كورس، بتبيع مثلا سيشن، بتبيع اي حاجة رقمية ولكن تكون ليها قيمة عشان الناس تقدر تدفع فلوس فيها وتشتريها وتلاقيها فعلا مميزة. والموقع اللي جاي اكلمكم عليه النهارده هو موقع متخصص بس في بيع المنتجات الرقمية، وهو من اميز المواقع ولكن مش مشهور قوي في الدول العربية. والموقع دوت هو موقع Gumroad، وهتكلم معاكم عن اكتر من ميزة في الموقع دوت. من اهمها هي معضلة البيمنت جيت واي او البيمنت ميثود اللي عن طريقها الناس بتقدر تدفع لك فلوس من اي دولة في العالم. فعلى Gumroad انت تقدر تبيع للعالم كله، وكمان يكون عندك حساب سترايب عليه وتوصل لك الفلوس على اللوكال بنك بتاعك، سواء انت في مصر او في اي دولة عربية او في اي حتة في العالم، بدون ما يقول لك لازم يبقى عندك ورق شركة والكلام اللي احنا عارفينه عشان خاطر نبني اي ستور او اي متجر الكتروني. الميزة كمان في Gumroad ان انت بتقدر تبني عليه المتجر بتاعك بتاع بيع المنتجات الرقمية في دقايق معدودة حرفيا، ما بياخدش اي وقت، وكل حاجة كاستمايزابل بطريقة سهلة جدا. وكمان بتقدر تربطه بجوجل اناليتكس 4، بتقدر تربطه بفيسبوك بيكسل، بتقدر تربطه بجوجل ادز، تقدر تربطه بكل المنصات اللي انت بتقدر تشتغل عليها. انت تقدر تبيع المنتج الرقمي بتاعك باكتر من طريقه، يعني تقدر تبيعه اورجانيكلي لو عندك متابعين على تيك توك، انستجرام، لينكد ان. زي مثلا يعني انا عندي اكتر من 33,000 متابع على لينكد ان، وقدرت اعمل الفلوس اللي عملتها دي اورجانيكلي من غير ما ادفع ولا جنيه. انا بس نزلت بوست اورجانيك عادي جدا وحكيت للناس عن الكورس بتاعي بتاع الفريلانس، واللي الحمد لله انا محقق اكتر من $25,000 في سنه واحده بس على موقع ابورك، والناس اللي متابعيني عارفه الكلام دوت. وقدرت الحمد لله اعلم ناس كتير جدا عن طريق الاونلاين سيشنز. السيشن دي سواء مسجله او سيشن لايف، والحمد لله ناس كتير قوي قدرت تستفاد وقدرت ان هي تبتدي تجيب اول عميل ليها في مجال العمل الحر. وفي منهم طبعا اللي كان شغال على ابورك ولكن ما كانش عارف يجيب عملاء جداد ولا يوسع شغله، فقدرت بفضل الله ان انا اعلمهم ازاي يقدروا يتقنوا مجال العمل الحر. وهسيب لك على فكره لينك السيشن في الديسكريبشن لو انت عايز طبعا ترجع لها في اي وقت. خلينا نرجع لموضوعنا. وزي ما قلت لك انت تقدر تبيع المنتج الرقمي بتاعك عن طريق الاورجانيك، ان انت مثلا تنزل بوست على تيك توك، على انستجرام، على لينكد ان، على اي منصه عندك متابعين عليها، وده اورجانيك تماما بدون ما تدفع اي جنيه. او ان انت طبعا تبتدي تعمل اعلانات على السوشيال ميديا عشان خاطر تبيع المنتج الرقمي بتاعك، وبرضه بتبقى مربحه جدا لان في ناس كتير عاملين يعني فلوس كتير جدا من المنتجات الرقميه، عايز اقول لك آلاف الدولارات. وجومرود اللي انا بكلمكم عليه دوت ناس كتير عامله عليه آلاف الدولارات كمان بطريقه اورجانيك من غير اعلانات، لانه هو زي ماركت بليس، او تقدر تقول كده زي الماركت بليس بتاع فيسبوك. انت مثلا لما تخش على الماركت بليس بتاع فيسبوك وتبتدي تشوف ان انت تقدر تشتري اي منتج انت نفسك فيه من على فيسبوك، سواء بقى عايز تشتري عربيه، موتوسيكل، شقه، ايا كان تقدر تلاقيها موجوده. نفس الكلام تقدر تقول كده Gumroad هو ماركت بليس بس للمنتجات الرقميه بس. تقدر تبيع سيشن، تقدر تبيع كورس، تقدر تبيع ملف PDF ايا كان. ودي حاجه تقدر تعملها طبعا بواسطه الذكاء الاصطناعي. دلوقتي عن طريق الذكاء الاصطناعي ممكن تعمل مثلا PDF يكون فيه مثلا معلومات مفيده للناس او خطوات مفيده مثلا لبزنس معين او ايا كان، وتقدر تبيع المنتج دوت على Gumroad، والناس من العالم كله تقدر تشتريه في اي وقت، ويفضل حتى وانت نايم بيجيب لك فلوس. فطبعا انا هاخدكم على Gumroad دلوقتي عشان اعرفكم ازاي تقدروا تشتغلوا عليه، ولكن عايزك تتحمس معايا وتحط الموضوع ده في دماغك عشان بجد بيكسب فلوس كويسه، وانت كده كده مش خسران حاجه حتى لو عملته اورجانيك. يعني انت مثلا ممكن تروح للذكاء الاصطناعي وتبتدي ان انت تعمل ملف PDF خاص مثلا بالمجال اللي انت بتفهم فيه، بس حاجه كده تكون يعني محترمه وحاجه الناس تستفيد بيها، او تعمل كورس مثلا وتنزله يا سيدي على Gumroad وتسيبه، وممكن يجي لك عليه مبيعات بشكل اورجانيك، او ان انت طبعا لو معاك بادجت تقدر تعمله اعلانات لو انت واثق من المنتج بتاعك دوت. فاهم حاجه ان المنتج بتاعك يبقى القيمه بتاعته كويسه جدا جدا وبتفيد الناس بشكل كبير جدا جدا. لو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عشان احنا هنروح دلوقتي نشوف Gumroad وازاي نقدر نتعامل عليه، وهوريكم الدنيا سهله جدا جدا، وهوريكم ده من داخل الاكونت بتاعي، وهوريكم اللاندنج بيجز اللي انا بنيتها وفيها المنتجات الرقميه بتاعتي.
يلا بينا. طيب يا شباب، ده موقع جومرود، وزي ما انت شايف كده بيقول لك جو فروم 0 to 1 دولار، ان انت بتبتدي رحلتك ان انت تكسب اول دولار على جومرود. وزي ما انت شايف كده هو متخصص في بيع المنتجات الرقميه، وزي ما قلت لك ناس كتير جدا في العالم بتستخدمه وعارفينه، بس يمكن في مصر او في الدول العربيه مش مشهور جدا يعني، ولكنه موقع مميز جدا بصراحه ومفيد قوي، وشايفه سهل جدا ان انت تقدر تبيع عليه الكورس بتاعك او اي منتج رقمي سواء PDF او ايا كان. وانا زي ما قلت لك ان هو في ماركت بليس، فانت لو دوست على ديسكفر دي هتروح بقى تلاقي ناس طبعا عارضه منتجات كتيره جدا، تقدر تتصفح المنتجات دي وتقدر تشتريها. زي ما انت شايف كده الناس بتقدر حتى تحط تقييمات، زي ما انت شايف ادي برودكت اهو محطوط له 5 نجوم وفي 23 ريفيو، وبيتباع ب 39 دولار، ده بيتباع ب 15 دولار. زي ما انت شايف كده في منتجات كتيره جدا ومتنوعه، يعني مثلا زي ما انت شايف هنا بيقول لك how to make money with YouTube shorts reactions، ازاي تعمل فلوس عن طريق الرياكشنز بتاعه اليوتيوب شورت، ان انت مثلا تجيب فيديو وتقعد تعلق عليه وتعمل حاجه زي اسلام فوزي كده وتنزلها كشورتس. ده بيعلمك ازاي تعمل الموضوع دوت مقابل 100 دولار. زي ما انت شايف كده حاط 100 دولار وفي مبيعات، في عنده 40 تقييم، معنى كده ان هو بايع حبه يعني. تعالى كده نخش على المنتج بتاعه ونشوف نفس الكلام. ادي واحد برضه حاطط ريد اي سوسايتي، مش عارف ايه دوت، بس لو دخلنا عليها ممكن نلاقي التفاصيل جوه البيج. خلينا نشوف دي كده ايه الدنيا فيها. زي ما انت شايف كده دوت عنده هو ريتنجز، وعنده الموضوع ده ب 100 دولار زي ما قلت لك. ادي التقييمات اهي، بس هو مش حاطط هنا غير ديسكريبشن صغير جدا، والطبيعي ان احنا بنحط يعني ايه شويه ديسكريبشن يعني، وبنكتب تفاصيل اكتر من كده، ولكنه بايع رغم ان هو مش كاتب ديسكريبشن كبير ولا اي حاجه. ولو نزلنا كده هنلاقي منتجات كتيره جدا جدا، وفي حاجات كتير قوي واخده ريتنجز كمان يعني. ده واخد اهو 106، ده واخد 545، في حاجات واخده ريتنجز كبير يعني، اللي هو في مئات الريتنجز، مش مجرد مثلا واخد تقييم ولا اتنين، لا بايع حبه حلوين. فانت تقدر تبيع عليه اي حاجه رقميه وتكسب منها فلوس، والناس تخش تدوس على الديسكفر وتشتري الخدمه بتاعتك عن طريق ان هم يسيرشوا على الموقع، او عن طريق ان هو يظهر لهم النتيجه في جوجل. لان انت مثلا لو انت مظبط الاي سي او بتاع اللاندنج بيج بتاعتك، لو هم كتبوا مثلا ان هم عايزين يتعلموا كذا على جوجل، فهيظهر لهم برده في نتائج البحث البيج بتاعت جومرود بتاعتك، ويقدروا يخشوا يشتروا المنتج الرقمي بتاعك. طبعا نفس الكلام لو انت بتبيع كورس او بتبيع زي ما قلت لك اي حاجه زي كده، تقدر تبيعها هنا مثلا حتى بدل يوديمي او ايا كان. الموضوع سهل وجميل جدا جدا. انت بتستخدم جومرود بشكل مجاني، مش بتدفع فلوس عشان تستخدمه. زي ما انت شايف كده بياخد 10%، زي ما انت شايف اهو 10% دوت لو انت اللي جايب الناس، ولو جومرود هو اللي جايب لك الناس هيكون 30%. ولكن زي ما قلت لك انت عشان تستخدم جومرود بشكل مجاني تماما، مفيش اي مصاريف بتدفع غير لما تبيع، بياخد على سعر البيع. تمام. فبصراحه ليه مميزات حلوه قوي. زي ما انت شايف كده لو دخلت في الفيتشرز هتلاقي في شويه فيتشرز هنا هتلاقيهم حاطينها تمام. تقدر تكريت الهوم بتاعك، تقدر طبعا تو يوز يور اون ويب سايت كمان. بيقول لك باور اب يور بيج، كمان حاطين اي في البيجات بتاعتهم دلوقتي. فالموضوع جامد جدا، وبتقدر تعمل ديسكاونت كودز وكل حاجه يعني، زيه زي اي متجر، فيه كل المميزات مش ناقصه اي حاجه خالص. والدعم بتاعهم كمان يعني بيكون موجود، لو انت عايز، لو انت عندك اي مشكله بتقدر تبعت للدعم بتاعهم. على فكره ده مش اعلان خالص، ولا مثلا بعمل لهم افلييت ولا اي حاجه خالص، انا بس عجبني الموقع وقدرت ان انا اعمل عن طريقه فلوس، عشان كده بوريه لكم. تعالوا بقى اوريكم الموقع بتاعي انا وانا عملت فلوس ازاي عليه. ازاي بقى اسجل في جومرود؟ طبعا الموضوع سهل جدا، كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تدوس على ستارت سيلينج، وتروح مثلا تعمل ساين اب بجوجل مثلا او بحساب اكس بتاعك، وخلاص هيدخلك مباشره على الداشبورد بكل سهوله. طيب دلوقتي انا رحت على الاكونت بتاعي، وزي ما انتم شايفين كده انا عملت 425 دولار على جومرود، وبقيه الفلوس الناس حولتها لي على فودافون كاش، وبقيه الفلوس دي كانت ضعف المبلغ دوت بحوالي مرتين ثلاثه، لان معظم الناس اللي اشترت مني اشتروا من مصر، والناس اللي ما اشترتش من مصر اشترت من دول تانية. تعالوا اوريكم مثلا الدول، زي مثلا الجزائر، زي الامارات، زي الاردن، السعوديه، فلبين، موروكو، برتغال، اسبين. زي ما انت شايف كده دول كتيره جدا اشترت من الموقع بتاع جومرود. ودي الميزه ان اي حد في العالم يقدر يدفع لي ايا كان الكارت اللي هو بيستخدمه ايه، فيزا، ماستر كارد، اي بنك، اي حاجه، يقدر يدفع لي بكل سهوله من غير اي مشكله ابدا ابدا. وبقيه الفلوس استلمتها من الناس في مصر عن طريق فودافون كاش، لان كان بالنسبه لهم اسهل بكتير ان هم يدفعوا فودافون كاش، مش كل الناس
لسه عندها فيزا وكده، وفي ناس ما عندهمش يعني مش عاملين ايداع في الفيزا او حاجه. طيب دلوقتي ده جمرود بكل بساطه زي ما انت شايف كده. لو دخلنا على الهوم عندي هلاقي ان انا عندي داشبورد، عندي البرودكتس بتاعتي، بيقول لي ايه البيست سيلينج. زي ما انت شايف بيقول لي البالانس كام اللي موجود دلوقتي معايا $57 دلوقتي. هقدر اسحبهم اول ما يتموا $100، ولكن ده عشان خاطر انا رابطه بحساب البنك بتاعي على تركيا فعامله على دوله تركيا. ولكن انت طبعا لو في مصر او في اي دوله ثانيه ممكن تقدر تسحب من اول $10 عادي جدا، ومفيش اي مشكله خالص، مش لازم تستنى لما يبقى $100. تمام. طيب زي ما انت شايف كده بيجيب لك الهيستوري بتاعك. عندك هنا ايجنت، الايجنت ده تقدر تتكلم معاه تقول له مثلا ابني لي والله كود مثلا ديسكاونت كود على البرودكت ده، فهيقوم بني لك ديسكاونت كود عادي بكل سهوله. ده زي اي بيعمل لك اي حاجه جوه الموقع. وهنا البروفايل بتاعك تقدر تتحكم فيه، تقدر تتحكم في البيجات من هنا. هنا عندك المنتجات ودي اهم حاجه. كل اللي انت بتعمله بكل بساطه لما تعوز تبني منتج تدوس على نيو برودكت بالشكل دوت، تدخل اسم البرودكت، يقول لك انت عايز تبيع طيب ديجيتال برودكت ولا كورس ولا اي بوك ولا ممبرشيب. تقدر كمان تبيع ممبرشيب ولا باندل ولا ايه بالظبط انت عايز تبيع ايه. وهنا زي ما انت شايف كده في سيرفيسز كوميشن وكول وحاجات كده، وتحط سعر الخدمه وتدوس نيكست، وهياخدك طبعا على الصفحه اللي بعدها اللي انت تدخل ديسكريبشن وكل حاجه. يعني مثلا لو قلنا هنا تيست مثلا وقلت له نيكست، وقلت له مثلا هبيع الخدمه دي مثلا ب $100، واروح اقول له نيكست تاني، بكل سهوله هتلاقيه خدني على الصفحه دي. وهنا في بريفيو، يعني مثلا لو انا غيرت زي ما انت شايف الكتابه بتتغير هنا الناحيه الثانيه، والديسكريبشن برده بيتكتب هنا. تمام. واقدر احط بقى طبعا كفر، واقدر احط كل حاجه بالشكل ده. سهل جدا جدا يعني ما فيهوش اي صعوبه. لو انا دخلت مثلا على البرودكتس بتاعتي اللي موجوده اوريدي، تمام، حاجه زي كده مثلا، انا دخلت عليه زي ما انت شايف كده هتلاقيه اهو حاطط التايتل وحاطط الديسكريبشن وحاطط طبعا الصور هنا. اي حد عايز يتعلم الفريلانس يا جماعه بجد السيشنز اللي انا عاملها دي يعني بشهاده الناس اللي حضرتها كلها ان هي من احسن السيشنز في الوطن العربي اللي ممكن تعلمك العمل الحر على موقع ابورك. واللي الحمد لله زي ما قلت لك عامل عليه انا الحمد لله اكتر من $25,000 في سنه واحده بس. وده رقم بصراحه يعني مش اي حد بيعرف يعمله الا اذا كان فاهم المنصه. وده بعد معاناه وسنين كتير من الفشل على المنصه قدرت اوصل للرقم ده الحمد لله. وهتلاقيني شارح يعني حاجه انت ما اظنش ان انت شفتها قبل كده بشهاده الناس. طيب تمام زي ما انت شايف كده، وبتحط هنا اللينك بتاعك. هو بيعمل لك اصلا لينك اوتوماتيك، بس انت ممكن تغير اخر حته دي تحطها زي ما انت عايز، وتصمم كفر عن طريق الاي اي، وتحط ثامنيل. والاي اي بيعمل لك اي حاجه دلوقتي. وزي ما انت شايف كده الناس تقدر تبعت لك حتى فودافون كاش مع الفيزا. ففي اكتر من اوبشن، وتحط هنا ديسكاونت كود لو عايز. الموضوع جامد جدا. في كمان ورك فلوز ان انت تقدر تبعت للناس اوتوماتيك اللي اشترت ايميل معين بكلام معين، ومثلا تقول له الناس اللي ما اشتريتش مثلا وحطت في الاد تو كارت وسابته تقدر برضه تبعت لهم ايميل معين. فتقدر تعمل ورك فلو اوتوميشن عادي جدا. والاي اي هنا ايجنت بيقدر يعمل لك برضه كل حاجه. وهنا الباي اوت بيقول لك هتقبض امتى والكلام ده كله. ويعني الموضوع سهل جدا وجميل. فحبيت اوريكم جمرود بشكل سهل وبشكل سريع. اتمنى الفيديو ما كانش طويل عليكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو دوت لو عايزين تشيروه مع اصحابكم. وان شاء الله الفتره الجايه نازله فيديوهات كتيره جدا من كورسات، من حاجات تعلمك ازاي تعمل فلوس. ولو انت عايز تتعلم الميديا باينج وهو المجال اللي انا عملت منه ال $25,000 على منصه العمل الحر ابورك، تقدر تتعلمه عن طريق اليوتيوب، عامله بشكل مجاني تماما. وهتلاقي فيديوهات تانية بتتكلم عن اي اي وازاي تقدر تعمل فلوس. فما تنساش تتابعني عشان الفتره الجايه نازل فيديوهات كتير مفيده جدا جدا هتعلمك حاجات كتيره سواء كورسات او ازاي تعمل فلوس. كان معاكم محمد سمير، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.